فتح أبواب فندق رونالدو في وجه المتضررين. سارع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي للمساهمة في أعمال الإنقاذ الجارية بالمغرب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد أمر رونالدو بتحويل فندقه الواقع على مشارف مدينة مراكش إلى ملجأ لمتضرر الزلزال. وأوضحت أن المتضررين حاولوا العثور على أي مأوى لقضاء الليل بعد أن أمضوا ساعات مؤلمة للغاية في شوارع مراكش. وقالت إيرين سكساس إحدى المتضررات من الزلزال: كان علينا أن نأتي إلى المنطقة الجديدة في مراكش حيث يوجد المزيد من الفنادق الفاخرة. وأضافت: تمكننا من اللجوء إلى فندق كريستيانو رونالدو الذي يقع على مشارف المدينة ليمنحنا غرفة. وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الأمريكي، وحدد مركزه في جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كيلومترا جنوب العاصمة الرباط. وتسبب الزلزال في مقتل ما يزيد على 2400 شخص ومئات المصابين حتى الآن، إضافة إلى الأضرار المادية البليغة.